مرحبا بكم في عدد جديد من المخالفة. ثواني فقط تقدر تغير حياتك. تجاوز أو عدم احترام الإشارات المرورية قادر يحول الطريق إلى مأساة. اليوم نرافق مصالح أمن ولاية المدية في خرجة ميدانية للوقوف عند أهم مخالفة، ألا وهي عدم احترام الإشارات المرورية. تابعوا معنا. السلام عليكم. وثائق سيارته. مانيش عارف. نسيت اليوم نسيت. يا اخي احنا المهم رانا حرنا مخالفه. ان شاء الله ما تزيدش تعاود. ان شاء الله. هكذا وطريق السلامه وراه كاين راكمنا للدار كاين مجموعه اشارات مروريه ماذا بيا تنتبه وماذا بيا تحترم الاخر سلامه ليك وسلامه كامل مستعمل الطريق. وفي اطار الجهود المتواصله لمصالح امن ولايه المديه في هذا المجال تقوم العناصر التابعه للمصلحه الولائيه للامن العمومي من خلال المهام المنوطه بها بمعاينه مختلف المخالفات المروريه المرتكبه من طرف السواق، خاصة تلك المتعلقة بعدم احترام إشارات المرور، الوقوف والتوقف الممنوع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المواطنين أو المخالفين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. حبيت شغل كي شويه عقب فيهم قلت لك سيري، لذلك كان طريق فيراب قلت سيري باش ندوز معاهم، ما حبيتش ندير معاه الروطار. كيف تكسيري حتى وراك كي تخرج بسرعة بطيئة وين سلامة ليك وسلامة للمخرج راك نقول لك كنت على الشرطي يعني كان موقف الطريق من هيك شغل قلت ندوز معاهم. ايه بصح ما طالكش هو انت تتوقف، حطيتك الاشاره تاعو باش تكمل المسار تاعك. انت تكون من زي راسك. لا ما طالكش. شوف هو ما طالكش الاشاره باش تخرج من الاشاره هذيك. تكون من زي لقيت الطريق فارغ وتكون نخرج اشاره الطيف هذه درجه الخطوره تاعها كبيره، واللي المخالفه تاعها مخالفه من الدرجه الرابعه. للمخالفه تاعها 5000 دينار جزائري. على هذا الاساس راح نحرك مخالفه 5000 دينار جزائري، وان شاء الله بربي من هذه الخطره ما تزيدش تعاود، وان شاء الله بربي اي اشاره تتصادفها ولا كذا تحترم الاشاره هذيك وتكمل المسار تاعك. اسمح لي المره هذه ما نزيدش نعاود، المره هذه نديرها في بالي يعني ان شاء الله. معليش حنا كي نحرك مخالفه ما عاد ما تزيدش تعاود ان شاء الله. السلام عليكم. وثائق سيارة من فضلك. وثائق سيارة. زيد لي بطاقة المراقبة التقنية. أمور الأخ الكريم. على بالك المخالفة اللي ارتكبتها ولا ما على بالك؟ مخالفة. على بالك اللي ارتكبتها ولا ما على بالك؟ صح. انت جيت من هنا. عندك هي بوانو دو ستوب. عندك المخالفة. عدم احترام إشارة طفل العمودية. هكذا. اسمح لي شرطي. اسمح لي. انا حبست هذوك اللي كانوا حابسين، انا عن بلي تعطيت لنا لوتوريزاسيون باش حنا نجيو. خاطر كان طاكسي اللي حابس كانوا حابسين. وانا عن بالي تعطيت لنا الاشاره فخرجت. عند بالك ولا شتني انا عطيتك الاشاره؟ لا عن بالي تحبسهم على ذيك. يا الاخ الكريم نخرج انا هكذاك. يا الاخ الكريم كاين عند بالي وكاين انا. اسكو انا عطيتك الاشاره اليدويه باش تتقدم ولا انت ما عطيتكش الاشاره اليدويه يبان تمركي او كما نقولوا احنا تحقق دير الستوب تاعك هكذا. هذيك الستوب. لا ما عطيتنيش انا تعرف، ولكن انا عن بالي كنت نحبس الاخر وجيت. ما كاش في القانون المرور عند بالي. كاين اشاره وي ولا نو، كاين ما كاش عند بالي. هذه مخالفه عدم احترام اشاره قف العموديه. والله غير على بالك ودي مال. هذه مخالفه من الدرجه الرابعه. الماده 66 هكذا، ماده 66 درجه الرابعه رقم 1/14 المؤرخ المتمم. يعني مخالفه ماشي بسيطه هذه تتوقف. لو كان على بالي باللي مخالفه راه بعد كي تلقى الاشاره من عند الشرطي ثم تعاود دير الاخر تاعك هكذا. خلاص مخالفه راك كما يقولوا معترف بها. ودي معترف بها. باسكو هذه ما كانش في قانون المرور عند بالي. كاين وي ونو. يعني كاين. انا نهضر لك
الشعبي الشعبي عند بالي نو إيه. انت ما توقفتش وفي قانون المرور كاين الوقوف التام، هذا عيطوا الوقوف التام، العجله في 4 يحبسوا، هذا هو ستوب باش تمركي اشاره الطريق تاعك. هذا راه تسمح لي عندك الحق، واش درت هذا درت مخالفه، ولكن اذا كان تقدر تسمح لي راني غير كيما خلصت البروسيس. معليش بصح انا احنا حررنا لك مخالفه. انا مسار بالمخالفه. معليش احنا حررنا لك مخالفه، عندك الوصل 10 ايام، عندك المهله 10 ايام تقدر تسدد الغرامه تاعك. تفضل. السلام عليكم. سلام. وثق سيارتك. مال الاخ الكريم، على بالك المخالفه اللي ارتكبتها؟ على بالكش؟ معليش انت كنت خارج من وسط المدينه من هنا. هاي ذاك هنايا عندك اولويه لليسار، عدم ترك الاولويه لليسار، يعني ما تركتش الاولويه لليسار السيارات اللي قادمين وخرجت بسرعه فائقه، كنت راح تتسبب في حادث مرور. هلا هذه عندها غرامه ماليه 5000 دينار جزائري. والله ما كيفيش وما كنتش هنا واني راح نديك واحد السيد هنا عند الجامعه ونطالب ريسبونسابل. بس ما كنقلق ولا كيف؟ ايه والله انا مزروب صح مزروب راح تشكل خطر على نفسك وعلى الاخرين، سواء المارين ولا الراجلين ولا الراكبين. والله ما والله راك خارج من وسط المدينه وعندك اشاره مروريه عموديه تقول ممنوع عدم ترك الاولويه اليسار، تابليكيها تطبقها. باسكو السياره ما تقدرش، احنا نطبقوا الاشارات المروريه والشغل كما يقول عندك شغل. الانسان وشكون ضمن لك باش تلحق الشغل هذاك؟ مضروب والله غير نحبس. السرعه ماشي مليحه، ماشي في قانون المرور دير السرعه يا اخي. انا روطار ديسبونسير روطار ميروار وين جاي من الجزائر تحت روطار والله ما لازم تطبقوا القانون. اخي كريم الزجاج هذا تاعك راه مكسر. البارح في الليل هوني والله البارح في الليل هوني. ما تقدرش تسوق سياره. والناس كنت عندها غير يخدم الزجاج غير على الزوج تاع عشيه يعاودوه. بصح قادر هذه عاقب عليها القانون، هذه عاقب عليها القانون، قادر راك تمشي يعاود هذا كل شيء يجي لعندك وما تشوفش وما تكونش عندك الرؤيه السليمه. ما عندكش ما من الرؤيه تكون ضعيفه، ما عندكش رؤيه كافيه باش تريق ليه قبل ما يا اخي كريم ماشي راح تمشي باش تريق ليه قبل ما تمشي، باسكو تشكل خطر وقادر هذا يعاود يدخل عندك لداخل والرؤيه تكون عندك ضعيفه وتشكل خطر، تصدم في الناس، تدير حوادث مرور كارثيه. اما اللي لازم ما تخلصش من الدار البارح لافحوني البارح. معليش المركبه تاعك خليها في المنزل ومن بعد كي نعاود كي تسقم تصلح الاخر تاعك تعاود دير اخر. اسكو هكذا تشوف الرؤيه تكون عندك سليمه؟ تشوف 100% مع زيد سوء الاحوال الجويه، النهارات هذو راهي شتاء تقلبات جويه، درجه الاخر تاعك هنا راهي تكون تقريبا منعدمه، الا كنا مش منعدمه تقريبا. كنت منعدمه ننظر. الأخ على بالك المخالفة اللي ارتكبتها واش هي؟ ما حبستش ولا ماشي تحبس. فرق بين إشارة قف العمودية وفرق بين إشارة عدم ترك الأولوية لليسار. هذيك إشارة واش تقول؟ ترك الأولوية لليسار، معناها السيارات اللي قادمين اليسار تخليهم الأولوية. لا خليهم يفوتوا. خليهم يفوتوا. فوالا انت ما خليتهمش يفوتوا. انا خسرت حققت ما حققتش. نحقق ماشي بالسرعه هذيك،
معناها احنا كي نقولوا الاولويه اليسار وما عندناش لو بوانو دو ستوب، واش معناها؟ معناها نقص في السرعه، نقص في السرعه ونحقق وتحقق. انتيا حققت بصح ما نقصتش في السرعه. هنايا لا التحقيق حققت. حققت معليش. هنايا في قانون المرور واش عنده؟ عدم ترك الاولويه اليسار، عندك هذه تتمثل فيها غرامه جزافيه 5000 دينار جزائري. عندي واحد الصفر تما وليد ابني قصيته بالباب هذاك راني يجيبون معليش عيطوا لك بصح فيه قالوا تأني سلامه، انت راك تسرع قادر ما توصلش للطفل هذاك باش تفهمني. الانسان ديما يابليكي قانون المرور. ان شاء الله نوصلوا وانا عندي 40 سنه وانا والله 45 سنه الحمد لله يا ربي نحمد ربي. 40 سنه ما ارتكبت مخالفه. 45 بالك سوقه انت ما تركتوا الكيمياوات واحد عند ربي واحد ما توفي يكثر خير ربي يعني سترني. الحمد لله واحد ما توفي حتى واحد الحمد لله. الروح بصح الروح الطفل بصح راني نروح واحده ما يكونوا احنا ان شاء الله. هذا هي المخالفه نتاعك انت في ميزانك واش هي المخالفه نتاعك اللي كنت تكتب على مستوى النقطه هذه هنا؟ على بالكش كاين اشاره مرور الهي وكاين اشاره مرور هنايا، نفس الاشاره اللي راك تشوف فيها اون فاس لك هي اشاره المرور اللي هي يعني هذا المكان راه مخصص مركبات سياره الاجره. يعني انت يمنع عليك القانون باش تتوقف في مكان مخصص لسياره كيما من هذا النوع. راني غلط. انا كنت حابس ليه شفتكم جيتوا حابس ليه كيشتكم قريتوا عندي قلت شويه. انت كيشتكم جيتوا قريتوا عندي قلت لك شويه باش ناخذ مصروفكم جيت لنا قريت. نستنى في السيد الوقت ما يخرج. معناتها تستنى في السيد، معناتها تستنى في السيد الخمم تاع السيد باش تجي وتقضي مع اصلاح اللي هو لا ما خممتش على مكان. يعني الانسان كيكون في يستعمل الطريق، يعني انتبه كاين اشارات مروريه، كاين مره، كاين دراجات، كاين يعني كثير اللي يستعملوا الطريق هذا وين الانسان سورتو الاشارات المروريه هذه كيما تم تشوف الاشاره هذه من بعد قادر توقع كارثه من بعد. قادر وقوف مزدوج هنا، قادر واحد اخر في سرعه مفرطه ولا كذا يتلاقى ولا عنده شغل، ما تعرف دوكا احوال الناس واسرار الناس تختلف. كل واحد واش عنده في راسه. انت توقف في مكان مخصص لهذا المكان مخصص لسيارات الاجره. السلام عليكم. عطيني وثيقه السياره صحيت. تقدر تهبط الزجاج هذا الامامي تاعك؟ تقدر تهبط. اعطيني غير بالوثيقه. اعطيني محضر المراقبه التقنيه. اخي بالنسبه لوثائق المركبه راهي كلها في اجالها القانونيه، راهي سليمه، راهي في اجالها القانونيه هكذا. مي انت احنا واجهك المخالفه راك ارتكبتها على مستوى النقطه هذه. واش هي المخالفه نتاعك ميزان؟ توقف المكان المخصص. توقف في المكان المخصص. بارك الله فيك. مكان مخصص لسيارات النقل لسياره الاجره، هذا تاع لي تاكسيور هذا هكذا. انت راك رانيك محتار بالمخالفه اللي ارتكبتها على مستوى النقطه هذه. واش هو الشيء اللي يخليك باش توقف في النقطه هذه هنا؟ الشيخ انا السيد قال لي التفصيل، السيد ما يعرف ما يعرف البلاصه. يعني واحد هذايا هو قوي هذا شغلي بايت كيمي هذه معليش انت سيق تقدم يد المساعده ولا سيدي شخصيك ولا عندك شغل ولا عندك مكالمه استعجاليه ولا كذا. كاين اماكنها وكاين كليه
وين تقدر تتقدم وتتوقف في مكان مسموح به، وين ما تعرقل حركه المرور، وين ما توقف في مكان مخصص بعض اصناف المركبات اللي مخصصين في المكان هذاك مخالفه اللي تقدر ب 2500 دينار جزائري. ايضا دونك نحرر لك المخالفه هذه، ونتمنى ان شاء الله بربي هذه الاولى والتاليه باش تعاود مخالفه كما هذه. وكان بالنسبه للاشارات المروريه تختلف، كاين افقيه، كاين العموديه، الانسان كي يخرج من دارهم يعني يقارف عين مكان لا يسوق، تسوق يا خويا الصيانه الاوليه تاع المركبه، ومن بعد تاخذ المركبه تاعك. كان اشاره مرور نحترموها كاع كيما رانا. واش هو الهدف كي نحترم اشاره المرور؟ الهدف تاعها انه نقلوا من حوادث المرور ونسهلوا الجميع مستعملي الطريق، سواء كان مشاة ولا مركبات ولا اللي هي. افتح المركبة، افتح لي مركبة صح. سكرت شو المركبة، سكرت شو الباب تاعك، هبط الزجاج، اعطيني وثيقة السيارة صح. من الافضل انك دير وثائق المتعلقه بالمركبه في بوشات وحدهم في مكان مخصص، كي يجي الشرطي ولا اي واحد اللي يراقب الوثائق هذه تكون واجده تعطيها له. علاش تعطيني في الوثائق؟ ليش؟ الوثائق تاع المركبه راهم عندك ماهوش هنايا، اما هنا اعطيني في الوثائق ومن بعد نهضر. احنا اولا نتحققوا من السلامه تاع الوثائق، نتحققوا من السلامه تاع الوثائق المتعلقه بالمركبه، الاجال القانونيه تاع الوثائق، ومن بعد نهضروا على المخالفه اللي معليش ما كاش مشكل. كان اشاره مروريه في وين مكان مخصص للمركبات سياره الاجره، انت جيت توقفت المكان هذا على برا اللي علاه توقفت المكان هذا، وعلاش توقفت هنايا؟ حضرت ها هي كي جيت تسمى هنايا الله غير مين تاكد ما كي تقضي حاجه كان اشتكى انا كشغل تقصر مع الناس الهيها مانيش عارف واش نهي باش جيت لي هنايا كشغل طولت انا عاينت المخالفه وين يعني درت واحد مده شويه طويله مش تاع دقيقه اللي وحتى المده ديك قليله ما يسمحلكش القانون باش تتوقف في مكان مخصص للمركبه تاع كاين هاوليك ليسباس اللي هي تقدر تتوقف وعلاه او كاين ليسباس ما كاينش ليسباس اللي كاين تقدر يعني وين تتحرك تروح تتوقف ما كي ما تجي بالك محسوبه يعني لازم في دقيقه القهوه انا هكا القهوه سانيتير لازم تقضي كاع حوايجك باش تجي ها ما عندوش في اي في الله غالب غلطه كيما هذه يعني ماذا بيا ما تزيدش تكرر هنايا ما تزيدش تكرر كاين اماكن مخصصه وين تقدر تستاسيوني وتقدر تتوقف تقضي حوايجك في غرضك وين ما تعقل حتى اي واحد كاع ان شاء الله ما تزيدش تكرر.